السلام عليكم الاخوان ورحمه الله. اليوم كندخل الانترنت كنلقى جميع الصحف الصفراء ولا جميع الصحف الالكترونيه كتهضر على زياره بان كيمون الصحراء والموقف ديالو المحايد، والدوله المخزنيه عندنا كتنوض وكتندد بان بان كيمون خدا واحد القرار كذا كما 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 كما. فانا كنبغي نوجه اليوم رساله للملك محمد السادس، واخا كاين بزاف ديال الناس كيسموا محمد السادس الملك المغرب نهضروا معاه كيخاف يقول قرعات ولادي راجل مع المغرب انت باغي تنوض فتنه في البلاد، حكى المغرب هو رمز الاستقرار. هادشي معناه ما نهضروش عليه، ولكن غندوي مع الملك كشخص بانك ودي محمد السادس عطيتي واحد الاولويه للصحراء وتشيندوف والدوله المغربيه كامله كتنوض. ولكن اللي ضرني في راسي انايا راه كاينه واحد القضيه ديال المدينه السبته ومليليه حتى هي محتله، ما عاطيلهاش يعني واحد المقدار كما عطاو الصحراء. واخا راه سبته ومليليه راه محتله ليه الناس الصغيرون، وتشيندوف مدياهم من الجزائر، واخا ماشي مشكل. هاد بان كيمون تصوروا الاخوان كون دخل المغرب وعرف القضيه ديال الاساتذه المتدربين مثلا اللي كياكلوا العصا، 10,000 استاذ متدربين كياكلوا العصا. علاش؟ حيت كيطالبوا الحق ديالهم، حيت الملك محمد السادس مبغاش يسمع ليهم، وحيت من كيران قال لهم اودي بان دوك المرسومين خاصهم يكونوا. تصوروا بان كيمون ودخل المغرب مثلا ونسمعوا واحد القضيه كاينه في مدينه حاجب ديال الدوله المخزنيه، كندوي ديال الدوله المخزنيه دات 1500 قطار لواحد العائله سميتها امحراج اللي كتكون من 500 شخص وما يزيد. يعني الدوله المخزنيه الا مشات لها الارض ديالها في الصحراء كتنوض بين قوسين كتندد وكتغوت المجتمع الدولي، ولكن الدوله المخزنيه الا دات الارض لشي مواطن مغربي حتى واحد ما كيدوي. علاش؟ واش الملك محمد السادس كيعرف بان السبيطارات المغربيه ما فيهمش السبيطار، ما فيهمش يعني وسائل الخدمات للمواطن العادي؟ واش الملك محمد السادس ما كيعرفش بان السبيطارات ما فيهمش لا مورغ مزيانين؟ بنادم كما كيلقى لا مات ما كيلقاش ثلاجه فين كيتدفن، ما كيلقاش خدمات تليق كمواطن كانسان. واش الملك محمد السادس ما كيعرفش بان المواطن المغربي ولا جوج المواطنين ما لاقينش باش يعيشوا؟ المواطن كيموت بالفقر وبالجوع. ما يقولش شي واحد راك انت كتبالغ مول الكاسكيط ولا كتعيق. لا، انا كنبغي ننبه الملك ديال البلاد، انت كملك كشخص كتقول باننا نحن في الدستور المغربي وفي الخطابات وكنتبع بان الشعبيه العزيز. انا ملي كنسمع الشعبيه العزيز كتشدني الخوش عريره، ولكن وكانك شعب عزيز عليك يعاني من الفقر والاستبداد والاضطهاد، وكنوصلوا لك حنا الملك محمد رسائل بانك تشوف هذا الشعب وانت ما كتشوفش يا محمد السادس بان هذا الشعب كيعاني وكيتظلم يوميا. المواطنين المغاربه اللي كتقول عليهم بانهم شعبك العزيز كيعانيوا من الاضطهاد، كيعانيوا من الفساد في القضاء، كيعانيوا من البطاله، كيعانيو من الجوع، كيعانيو من سوء التعليم، كيعانيو من سوء الصحه. وكناشدوك انت كملك البلاد، وانت كملك البلاد ما كتصرفش نحنا كمواطنين، كتصرف الحكومه الفاسده للدوله المخزنيه رشحاتها باش حكمنا حنا. فتما كنعرف بان هاد الدوله هادي لا يحكمها سوى واحد هو الله عز وجل من بعد عباده. فانا وليت كنريح مع نفسي مرارا وتكرارا كنطالب باللجوء السياسي. الله يجعل لهم الدوله صيفط الصومال ولا ناميبيا ولا زامبيا غير ما نعيش في الدوله ديال الكذوب بهذا المعنى هذا. الا كان الملك كملك وتقول بانك انت ملك الفقراء وملك الشعب وكينوضوا ناس من الشعب، ما غنستناش نفسي غنقول لك ودي انا ملك الشعب. ديرني انا صوت من بضعه المواطنين كناشدك انت كملك، كنقول لك ودي غنحل لك عينيك على الفساد. الا شي واحد قال لي ودي الهضره كتقول هرطاقه اجي معايا ونوريك ملفات ديال الفساد محمد السادس، نوريك الشفره ونوريك الناس اللي كياخذوا فلوس المواطنين، ونوريك الناس اللي كيمارسوا القمع وكيمارسوا السلطه على المواطنين. انا نوريهم لك. عيت انا كمواطن مغربي، انا غير مول الكاسكيطه واحد الشخصيه معروف في الانترنت كيوصلوني ملفات ديال الفساد، اللي كيعاني مع السلطه، اللي كيعاني مع السبيطارات، اللي كيعاني اللي فالملك الله يرحم لك الوالدين. فالشعب راه عينا وكنحتاج له. كنت ما كتسوقش لينا حاجه وحده، انا كنهضر معاك كمواطن. الا كنتي انت ودي الملك محمد السادس ما تسوقش لنا كمواطن، فانا كنطلب منك كانسان ابار مواطن مغربي
انا بغيت اللجوء السياسي، الله يرحمنا في والدنا الملك، ما بقيتش بغيت نعيش في هذه الدوله ديال الاستبداد وديال الفساد. باش غتجي تقول لي حقا والصحراء مغربيه وتيندو وفروينه وكاينين مشاكل اللي هي اخطر وخاصها تعالج من طرفك انت كملك، وما كديرش ليها، ما كتلفتش ليها النظر ديالك وما كتشوفش فيها، فالله يجازيكم بخير. اي مواطن مغربي كيعاني كما كنعاني وكيعانيو جميع الشعب. شوف فينا الملك محمد السادس، ما نبقاوش بهذيك الهضره الخاويه والدستور وشعبي العزيز وانا وحتى ولا مستعد جميع العقبات، مستعد الحزب، مستعد الروينه كحلا، ولكن الشعب المغربي عاق والله يرحم لكم والدين. عاقوا الشعب المغربي، راه حنا هو حق الله العظيم، وما كانت الرشوه وما كانت الفلوس وما كانت المحسوبيه والزبونيه الا عشوا في هذه البلاد اللي سميتها المغرب. ونهار شي واحد يقول لي بان المغرب بان هذه بلد الحق والقانون، غنعرفوا اكبر خائن في هذه البلاد، حيت الحق كيتعطى للاغنياء والقانون كيطبق على الفقراء، حيت ما عمر شي مواطن مغربي فقير خدا حقه في هذه البلاد، حيت محمد السادس كنوصلوا ليه المعاناه ديالنا وكنوصلوا ليه المشاكل اللي كيعيشها المواطن المغربي وما كيتسوقش لينا. علاش وكيفاش والله ما عرفتش. هاد الفيديو دويتي اخر فيديو غادي نديرو معاكم نتوما كمواطنين. عيقوا اصاحبي، عيقوا وفيقوا، متبارطاجيش الفيديو ديالي، ما دويش ليه، ولكن عيق المواطن المغربي. حنا كنعيشو في الاستبداد، كنعيشو في الحقره، قطعوا عليا الله يرحم لكم والدين.